عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. اول حاجه ما ننساش نصلي على النبي، وتاني حاجه نحط لايك. والمقطع ده بقى ايه، انا حطهولكوا كده، ده الفيديو اللي نزل اللي فات قبل اللي انا هنزلهولكوا ده اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي يعني. انا قلت كده حطيتلكوا المقطع، خشوا شوفوا الفيديو هيعجبكم جدا. عاملين فيه بقى كده شوية محشي كده، زراف وخفاف مع فلفل كده وممبار. وعاملين كمان طريقة للكباب الحلة حلوة جدا جدا، طريقة كده سهلة ومختلفة وريحتها كده هتقلب معاك الدنيا. زي ما انتوا شايفين الطبق يفتح النفس، مع شوية سلطة بقى وشوربة وزيتون مخلل من اللي احنا مخللينه ده مع بعض. الفيديو حلو قوي، خشوا شوفوه، حطوا لايكات كتير بالله عليكم، وقولوا لي رايكم في الفيديو. بصوا اللحمه كانت جميله جدا جدا. تعالوا بقى نخش كده على الفيديو اللي احنا هنعمله، بس قبل ما نخش على الفيديو عايزه كده اشوقكم كده لطريقه الكرنب اللي احنا عاملينها دي. كان مستوي وزي الفل، والرز من جوه كان احمر كده ومفلفل مع الممبار. عايزه اقول لكم اكله كده شتويه بقى تدفيكي كده في الشتاء اللي احنا فيه ده. زي ما انتم شايفين، بصوا حاجه بسم الله ما شاء الله. حلوه جدا. تعالوا كمان نشوف سوى اللحمه. طبعا الفيديو ده قلت لكم انا عاملاه، والطواجن انا عامله اللحمه بكذا طريقه، عاملاها بالطواجن كده بالبطاطس، وعاملاها كمان في الحله بطريقه عاديه جدا. خشوا شوفوا الفيديو هتلاقوه قبل ده. قولوا لي رأيكم. وبصوا كده اللحمة بقى بالبصل كده يا جماعة كانت خرافة خرافة. دي ممكن تستكفي بيها أصلا كمان مع رز أبيض وسلطة، يعني مشبعة كده وحاجة كده تفتح النفس. أهو زي ما انتوا شايفين، الممبار كمان كنت محمراه، وكان اكل زي السكر. زي ما انتم شايفين بقى اللحمه كانت جميله جدا مستويه. يا رب يكون الفيديو يعجبكم. تعالوا بقى نخش النهارده على الفيديو بتاعنا. عندي هنا بقى في الخلاط هنحط 4 بيضات. وطبعا اليوم بقى اللي انا بصوره لكم ده اللي احنا بنعمل فيه، دي مش كيكه. اول حاجه كان يوم انا كنا بره انا وماما بنشتري حاجات وكده، فالمهم جينا جعانين جدا والبيت كله جعان، فقلنا هنعمل كده حاجات سريعه ومشبعه يعني في نفس الوقت. جبنا 4 بيضات، هتحطي 4 من الفانيليا اللي هو الظرف الفانيليا ده، وهتحطي كمان كوبايه كده، كوبايتين، هنحط كوبايتين ونص من السكر حلو كده، وكوبايه من الزيت. يعني 4 بيضات، 4 فانيليا، كوبايتين ونص من السكر، كوبايه ونص من الزيت حلو كده، ومعايا كوباية من السمنة اهو زي ما انتم شايفين. ممكن تحطي وده بقية الفانيليا حطيناها برضو كده من فوق. اللهم صل على النبي. يبقى المكونات اللي احنا حطيناها، كوباية ونص زيت، كوباية سمنة، 4 فانيليا، 4 بيضات، كوباية ونص من السكر، كوباية من الحليب، وهنحتاج كوباية من الحليب تاني، بس الخلاط طبعا كان اتملى يعني مش هيكفي. انا حطيت كده كوبايتين حليب، نحتاج نص كوبايه، معلش نص كوبايه تاني. وحطينا كده معلقه خل صغيره، عشان في الحاجات اللي بتكون في الفرن دي بتديها كده تيست كده مختلف يعني، وتخلي الحاجه من جوه معاكي فاتحه. بصوا بقى هنسيب الخليط ده كده شغال، ومعايا هنا دقيق بيور. الدقيق ده حلو قوي، ده دقيق بسيسه يا جماعه ابيض، مش اللي هو السايب ده. معايا دقيق بسيسه ابيض، اللي هو الكيس ده اسمه بيور ده. اللهم صل على النبي. ده كنت جايباه ب35 جنيه. هنحط كده 4 كوبايات ونص. اعتقد حطينا النص التاني كده 5 كوبايات. وهتحطي على ال5 كوبايات كوبايتين من الدقيق، يعني كوبايتين ومعلقة. هتحطي كده رشة الملح ما تنسيهاش، ومعايا ظرفين من البيكنج باودر ده، بيكنج باودر. ماشي، هتحطي الظرفين لان ايه هنا معانا كمية، وهنعمل كمان دول على مقدار صينيتين يعني يا جماعة، صينية مدورة كبيرة وصينية مربعة اللي هي الوسط دي. فطبعا هتقسمي، لو هتعملي صينية واحدة هتقسمي بالنص. هنا الصواني دهناها من السمنة، وبعدين بدرناها بدقيق. وهنا بقى الخليط هنحطه كده على البسيسة بتاعتنا. البسيسة طعمها جميل جدا، ويعني ايه تغيري، ناس كتير بتعمل كيك كتير ومع الشاي بلبن وشاي بحليب وكده يعني. ممكن بقى تغيري تعملي البسيسة ده. انا جبت زي ما قلت لكم الكيس ده كان ب35 جنيه او ب35. ممكن بقى تجيبيه الابيض تجيبيه الاصفر براحتك، انا هنا كنت جايباه الابيض. وزي ما انتوا شايفين القوام ما فيهوش كتل ولا اي حاجه، حطيناهم في الصينيتين. وبعدين هتبداي ان انت ايه تدبي كده الصينيتين، عشان لو في اي هواء او اي حاجه يطلعوا، وندخلهم على فرن سخن بقى عشان يستووا معانا. هنا بقى هنعمل عشاء كده سريع وخفيف، كيس بطاطس وجبنه كمان برجر، وجبت اللي هو العيش
العيش ده الكايزر ده، جبت منه كيس بصراحة لقيته غلي قوي معرفش ليه. وكمان كنا جايبين جبنة اللي هي الكريمي دي اللي هي الكيري، وجبت بقى لبن وحاجات كده من السوبر ماركت على طول عشان ايه نعمل ايه عشاء سريع وسهل كده. لان زي ما قلت لكم اليوم ده كان لخبطه كده شويه من اول اليوم، فقلنا نعمل حاجات كده سهله وسريعه وبسيطه كده يعني على طول. عملت ايه؟ عملنا البسيزه زي ما شفتوا، وحطيتها كده في الفرن على فرن طبعا سخن، واول 10 دقايق من تحت، وبعدين ترفعيها على الشبكه وما تفتحيش عليها من اقل من 20 دقيقة علشان اللهم صل على النبي ما تهبطش معاكي. معايا كيس البطاطس ده كنت اول مره اجربه يا جماعه وبجد حلو جدا. ده كيس البطاطس ده 2 كيلو ونص، مش عارفه اسمه ايه كده بس نسيت اسمه، انتوا اكيد شفتوه. عفوا. حطيت الزيت يسخن هنا، زيت نضيف للبطاطس، وبعدين جبت برضو زيت نضيف للبرجر عشان ايه نحمره. زي ما قلت لكم كيس البطاطس ده كنت جبت من السوبر ماركت فيه 2 كيلو ونص، كان ب75 جنيه. طبعا هو حلو، وكمان عشان البطاطس دلوقتي اللي موجودة اللي هي البطاطس الجديدة اللي هي بقى لازم تسلقيها وبعدين تحمريها لان هي بتتكسر ومش بتاعة تحمير، فاهميني؟ فدي مش بتاعة تحمير، فقلنا ايه نجيب ده بصراحة حلو، واصلا سعر البطاطس دلوقتي في العالي خالص. فده برضو موفر وحلو وهيقعد معاكي فترة لان هو فيه 2 كيلو ونص من البطاطس، حلو جدا. بس اهم حاجة لما تيجي تحطي البطاطس في الزيت تسيبي الزيت يسخن، لان البطاطس طبعا بتكون في فريزر وكده بتكون مجمدة، فلو حطيتيها والزيت مش سخن هتشرب معاكي الزيت، فانت تسيبي الزيت يسخن وبعدين تحطي البطاطس، وما تقلبيش البطاطس اول ما تحطيها، لا حطيها شويه، واول ما تحسي ان هي من تحت كده خدت لون كده حسيتيها وقرمشت تبداي ان انت ايه تقلبي البطاطس، وطبعا يكون زيت نضيف عشان تطلع معاكي لونها كده حلو ويكون طعمها حلو برضه. حطينا البطاطس زي ما انتم شايفين، وهنا بقى بدأت ان انا ايه احمر الهمبرجر، وبعدين هنا بقى ايه كانش عندي اي حاجه في التلاجة يعني، بصوا ولا خيار ولا حاجه، لقيت ايه ال3 طماطميات دول وكم قرن فلفل. فقلت يلا مش مشكله بقى، ما هو اليوم اصلا انا ما كنتش مرتبه اللي احنا هنعمل كده، احنا كنا مرتبين هنعمل اكل تاني خالص، بس قلنا ايه يلا مش مشكله نعمل سندوتشات كده على طول ونعوض بقى في يوم تاني يعني. بس كده. بدأت بقى إن أنا جيت هنا أقطّع الطماطم، وسايبة البطاطس تتحمّر والهمبرجر يتحمّر، وكمان البسلة كانت في الفرن، حلو كده، إحنا لغاية دلوقتي ماشيين زي الفل وما فيش أي لخبطة. البسلة قُلنا كده نشرب بيها كوبايتين شاي بحليب كده عشان إيه بقية يعني إيه الدفيان بقى. بجد طعمها كان حلو أوي يا جماعة جرّبوها. هاتوا دقيق البسيسة بيكون حلو ابيض او اصفر بيكون حلو بصراحة. هنا بقى بدأت ان انا ايه اقلب الهمبرجر كده على الوش التاني عشان كله يتحمر مع بعضه كده ويبقى زي الفل. قطعت كده طماطم زي ما شفتوا، هبدأ اقطع كده فلفل، وهنعمل ايه نوعين من الفلفل، النوع ده طريقتين يعني مش نوعين طريقتين. الطريقة دي قطعت كده للي حابب اللي هو يحط، وبعدين ايه نشوف الطريقة التانية ايه دلوقتي مع بعض. جبت كمان بصلاية لان احنا بنحب البصل في السندوتشات وكده، وبنحب كمان الخس والخيار والحاجات دي كلها، بس زي ما قلت لكم الموضوع جه كده يعني احنا مش عارفين نعمل اكل ايه، فقلنا خلاص هنخش السوبر ماركت، كنا هنجيب جبن وحاجات بس قلت يلا ايه خلينا في حاجة تانية يعني. مش مشكلة، الاسعار اصلا كلها واحدة يعني فالحمد لله. المهم بدأت بقى ان انا كده ايه بحمره واعمله واظبطه. طلعت كده اول مرة، بعدين هتبدأي توطي النار عشان البرجر برضو بيكون متلج والزيت بيكون سخن، فهو اوريدي هيطرطش معاكي كده طرطشة كتيرة، بس مش مشكلة بعيدي كده شوية وحطي وجمدي قلبك، يعني الموضوع سهل ومفيهوش اي حاجة. احنا بنحمر يعني همبرجر وبطاطس، مش مفيهاش اي لخبطة ومفيهاش اي حاجة. اللهم صل على النبي. اهو بدأت بقى بصوا كده ان انا بقى ايه احمر واظبط، وهنا كانت البطاطس كمان خدت ايه لون من تحت، هبدأ بقى ان انا اقلبها في الوقت ده، ولا هتتكسر معاكي ولا تشرب زيت ولا الكلام ده كله. زي ما انتم شايفين البطاطس مش مكسرة ولا اي حاجة، وهتشوفوها كمان وانا بطلعها هتكون كده سليمة زي ما هي. وزي ما قلتلكوا لازم كمان تحطيها في زيت سخن ما يكونش بارد ابدا عشان ما تشربش معاكي زيت. بس كده. بدأت بقى وانا بحمر كده الهمبرجر، البطاطس هنا كانت خلاص خلصت، قلت بقى ايه اطلعها كده معاكم برضو عشان تشوفوها. نوعها حلو قوي يا جماعة. بس انا نسيت الاسم والله مش عارفة ليه كده، بس انتوا شفتوها يعني في الفيديو اسمه وهو اصلا في 2 كيلو ونص وب75، حلو جدا.
بدأت برضه وأنا بقى إيه، يعني باطلّع البطاطس، بدأت برضه إن أنا إيه، أقلب كده البرجر على الناحية التانية، ودي البطاطس بُصّوا لونها كده بقى إيه، بامبا كده وخفيف ومقرمشة من برّه وطرية من جوّه وجميلة جدًا. أهو زي ما أنتم شايفين أنا حطيت طبعًا تاني عشان دي ما كانتش هتكفّي يعني. حمّرتها كده، وبعدين هنا بقى إيه معايا إيه، معايا بقى فلفل أليتو، هنعصر كده عليه ليمون وشوية ملح عشان يفتح نِفس اللي بيحب الفلفل بالليمون زي ما أنتم شايفين. عصرت ليمون وهاحط شوية ملح وهاسيبه إيه للي بيحب بقى الفلفل. هنا كنت خلصت البطاطس والبرجر وقطعت الطماطم وكله زي الفل، وهنا السندوتشات كده خفيفة مع كاتشب على مايونيز وكله زي الفل. هنا بقى بعد ما كلنا وصبنت المواعين وكله تمام يعني، البسيسة كانت خرجت معانا. بصوا لونها، يعني لونها حلو جدا. و بدأنا إن إحنا نقطعها، بس في أولها هنا كانت سخنة خالص فكانت هتفرفر. قلت لماما خلاص سيبيها تبرد شوية وبعدين إيه نبقى نقطع منها ونشرب بقى مع الشاي بحليب كده، عشان الواحد يشرب كده ويكون إيه متمزج كده بالحاجة. هنا كنت هاخد كده حتة بإيدي، قالت لي لا اوعي مش عارف ايه انا اقطعها لك كده ايه احسن وكده. قلت لها ماشي قطعيها، وماما قطعتها برضو خدت بإيدي وكلت عادي يعني. يا رب بقى تكون الفيديو عجبكم، البسيسة عجبتكم. بصوا هشة وجميلة جدا، وسكرها كمان كان مظبوط. وتعالوا كمان نشوفها من تحت. بصوا السوا بتاعها يا جماعة، وكانت هشة مش يابسة. السوا بتاعها مظبوط من تحت زي فوق اللون. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، فيديو خفيف كده وسريع. لو عجبكم متنسوش تحطوا لايك، واستنوني في فيديو جديد بطريقة جديدة كده وأكلة جديدة، وباي باي.